هاو كيفاش انديه كبيره كيما مانشستر سيتي تقوم بالصفقات نتاعها وتعمل انتدابات باش تعوض ملاعبيه قدم. في وثائق نادي مانشستر سيتي وراونا كيفاش تصير العمليه باش يقوموا بانتدابات الملاعبيه. فما لجنه كامله تتكون من محلل بيانات ومن الذكاء الاصطناعي اللي وفروا عده اوصاف باش يعوضوا بها ملاعبيه خرجوا من نادي مانشستر سيتي. ناخذوا مثلا دي بروين، وقت اللي خرج كيفن دي بروين من مانشستر سيتي المحللين هذوما حطوا 43 صفه لازم يكونوا موجودين في اللاعب باش يعوض كيفن دي بروين. بعد 43 صفه هذوما ولاو 7 ارقام اساسيين. بعد العمليه هذه المحللين هذوما يوليو يلوجوا شنو الملاعب اللي عنده الاوصاف اللي تخليه يولي كيفن دي بروين جديد في مانشستر سيتي. بحسب البيانات هذه طلع انه ريان شرقي لاعب ليون هو افضل لاعب ينجم يعوض كيفن دي بروين في مانشستر سيتي، والملاعب هذه ينجم يوصل للبرايم نتاعو بعد عامين مع النادي. تفهموا العباد وين وصلت في الانتدابات. المحللين هذوما قاموا بعده اتصالات مع مدربين سابقين. تعرفوا ريان شرقي عنده اسلوب خاص وكانوا خايفين انه اللاعب هذا رغم اللي عنده الاوصاف الكل ما ينجحش مع مانشستر سيتي. فما 3 مدربين عطاو اراء ايجابيه في حين مدرب وحيد عطاه راي خايب اللي درب ريان شرقي في فتره المراهقه. بعد ما تفهموا الناس الكل انه ريان شرقي هو افضل معاوض لكيفن دي بروين تحركت اداره مانشستر سيتي وانتدبت اللاعب. هذا كيفاش الانديه الكبيره تقوم بانتداب الملاعبيه.